ممكن تعرف نفسك باختصار؟ أنا جدو زيكو. تقدر تشتغل تحت ضغط وظروف عمل قاسية؟ ليه؟ هي الشركة عليها طار ولا إيه؟ لو مديرك زعق وأهانك ومد إيده عليك هتعمل إيه؟ هو أنت عايزني في خناقة ولا شغلانة ولا حكايتك إيه بالظبط؟ باختصار، تقدر تستحمل ضغط الشغل؟ أقدر طبعا، ده أنا مستحمل مراتي 50 سنة، مش هستحمل شغلانة. بتعرف تشتغل على الكمبيوتر؟ بعرف. بتشتغل على برامج إيه؟ كل حاجة. يعني بتعرف تشتغل على الوورد والإكسل والباوربوينت؟ وأنت تجسس ومساعد وكده ولا إيه؟ مكتوب في السي في بتاعك إنك واخد دورات كتير جدا، إزاي مش عارف البرامج دي؟ إيه الفي بي ده؟ الورق اللي حضرتك جايبه ده؟ لا، ده أنا محمله من على النت زي ما هو كده، غيرت اسمي بس. إيه أهم نقاط القوة عندك؟ إيدي اليمين أقوى من إيدي الشمال. أهم نقاط الضعف؟ إيدي الشمال أضعف من اليمين. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ في المقابر، بطلع رحمة ونور على روح مفيدة مراتي. أنت قائد ولا تابع؟ أنا على الله يا ابني. تتوقع يكون مرتبك كام؟ الرضا أهم حاجة عندي، يعني لو 30 مليون في السنة يمشي الحال. إحنا هنديك 3000 جنيه في الشهر زي بعضه، هنخصم منهم 676 جنيه تأمينات، تمام، و776 أتوبيس، 576 ضرايب ودمغات. وأنا هشتغل إيه؟ هسرح في إشارات مرور؟ لا، حضرتك هتشتغل فرد أمن. لا شكرا، مش عايز. في وظيفة تانية مرتبها أعلى، 30 مليون. والله لو عملت مبيعات ممكن يوصل لكده. ليه؟ هشتغل إيه؟ مندوب مبيعات لشركة أما صابونة للمنظفات والمليفات.